ركز معايا لأن النص التاني من شهر نوفمبر 2025 جاي لك برسالة صريحة وواضحة. لو أنت من الأبراج الترابية العذراء والثور والجدي فتابع معايا. برج العذراء، أول حاجة لازم تفهمها إن النص التاني من نوفمبر عامل معاك زي مراية كبيرة. مراية بتعرفك مين واقف في صفك ومين ضدك، مين بيقدرك ومين مستني غلطة عشان يمسكها عليك. دماغك شغالة بزيادة، تفاصيل كتير، إحساس إن لسه في حاجة ناقصة، وأكبر دليل إنك بقيت تراجع كل خطوة مرتين قبل ما تتحرك. في الشغل هيمر عليك موقف يخليك تعيد حساباتك مع اللي حواليك. يمكن زميل يحاول يرمي عليك حاجة مش بتاعتك، أو صاحب شغل يديك مسؤولية فجأة ويشوف رد فعلك. بس الحلو إنك هتثبت نفسك، وفي خطوة هتعملها بإتقان هتخلي الناس تبصلك باحترام أكتر. في البيت ممكن كلمة تتفهم غلط أو نبرة صوت توتر الجو، بس لو هديت وسمعت الموضوع هيعدي من غير خساير. الفترة دي محتاجة منك بال طويل مش رد سريع. عاطفيا يا عذراء، لو مرتبط شريكك محتاج يسمعك، يسمع إحساسك مش كلامك بس. لو سنجل في شخص جديد بيشدك، حد هتحس معاه براحة كده من أول مرة. خد بالك يا عذراء، الحاجة اللي بتتكرر ربنا بيبعتها لك عشان تفهم الرسالة. برج العذراء لما بيلاقي موقف بيتكرر بتبقى الرسالة واضحة، اصحى وخد بالك. برج الثور في النص الثاني من شهر نوفمبر 2025 انت داخل على فترة اسمها اختبار الثبات. مش اختبار صبر، لا، اختبار انك تشيل وتشيل لحد ما تقرر تقول لا لنفسك قبل الناس. في الشغل هتجيلك مهمة مستعجلة، نوع الشغل اللي يخليك تسأل نفسك هو ليه دايما أنا اللي أتحمل؟ بس لما تهدى وتبدأ هتلاقي نفسك بتخلصه أسرع من المتوقع. هتتفاجئ إن حد كان شايف تعبك وساكت وهينطق الفترة دي. في البيت والعيلة حد ممكن يطلب مساعدتك، حد محتاج رأيك مش فلوسك، وانت هتبقى الشخص اللي هيحط النقطة في آخر السطر. عاطفيا لو مرتبط الأمور محتاجة كلام واضح، مش زعل ساكت ولا توقعات من غير ما تتقال. لو سنجل في شخص هيشدك لأنه طبيعي مش متصنع، حد هادي كده شبهك. برج الثور ما تستعجلش في أي قرار، وخد بالك إن الاستعجال عند الثور هو اللي بيوقعك في الغلط، لكن الهدوء بيكسبك كل حاجة. برج الجدي في النص الثاني من شهر نوفمبر 2025 انت داخل على فترة اسمها وقت التنفيذ. تفكير كتير خلص، تردد خلص، خطة جهزت. الفترة دي بتقول لك قوم وابدأ. في الشغل يا برج الجدي في مسؤولية جديدة جاية لك، يا إما فرصة يا إما اختبار، بس أيا كان انت هتتعامل. ده وقت تبين فيه انك الشخص اللي يعتمد عليه، حتى لو مش بتتكلم كتير أفعالك هتتكلم. في البيت لو حصل خلاف بسيط هتلاقوا الحل عندك، مش لأنك أقوى لكن لأنك أكتر واحد بيشوف الصورة كاملة. عاطفيا يا برج الجدي لو مرتبط هتحس إن شريكك بقى فاهمك أكتر من غير ما تتكلم. ولو سنجل في حد ناضج، حد هادي هيبان في حياتك فجأة وهيشدك لأنه بيشبهك في التفكير مش في الأسلوب. برج الجدي حافظ على صحتك. الجدي لما بينشغل بينسى نفسه، وده وقت محتاج فيه جسمك زي ما محتاج عقلك. اكتب برجك في الكومنتات وما تنساش تعمل شير للفيديو عشان يوصل لحد من برجك يستفيد. معاكم دايما وليد زهران، استنونا في الجديد.